السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أقول كلمتين على ماتش صن داونز والأهلي. يمكن في القناة التانية أنا اتكلمت باستيفاء، لكن نسيت حاجة مهمة جدا. إيه رأيكم في الهدف اللي دخل في محمد الشناوي؟ هدف أنا من وجهة نظري إنه بجد هدف يتحمله بنسبة 90%، وهسيب ال 10% عشان الغلطة اللي غلطها مروان عطية وقلبت بمرتد عليهم. لكن ايه رايك يا كابتن ميدو في اداء محمد الشناوي في الكام مباراه السابقه؟ مباراه سيمبا التنزاني رايح جاي، وكمان مباراه صن داونز والاهداف اللي بتدخل فيه. انا بقول للكابتن ميدو ليه؟ عشان هو اكتر واحد بيشيد باداء محمد الشناوي. مش هتكلم على سيف زاهر طبعا، لان الاستاذ سيف زاهر اكتر واحد هو بيشيد على طول بشناوي وبيقول لك في حته تانية وحته ثالثه. لكن انت يا كابتن احمد حسام يا ميدو، هل هتطلع هتنتقد الهدف بتاع الشناوي؟ خاصه ان الكره كانت راح على ايده وهو اللي سحب ايده، فكرها تقريبا طالعه بره. لكن عايز اقول لك كلمتين عشان بكل امانه، بكل امانه، احسن حارس في تاريخ مصر، ويمكن انا شفته بعيد بقى عن كابتن عادل المأمور اللي ما شفتوش، او فلان او علان، او كابتن ثابت البطل او فلان سواء من الاهلي او من الزمالك. لكن احسن حارس في تاريخ مصر انا يمكن شفته هو عصام الحضري. بأمانة الله يعني مش هنجادل ولا هنقول الزمالك واهلي والكلام من ده. لكن يا كابتن احمد حسام ميدو، منتظرك تنتقد الشناوي على ادائه، بما انك تملي تقول ده سد منيع، ده هو سبب المكسب سبب الفوز. تملي الدفاع بيبقى الاساس، فالدفاع بيشيل كتير جدا 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 عن محمد الشناوي في فترات كبيره. اهلا بكم مع اسلام ابو مازن، اهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس امرا. دوس لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناه. وتعالوا كده بس سريعا نقول خبر اقترب. خبر اقترب. اللواء حسن موسى اللي كان مسك في الاول اللجنه المؤقته داخل نادي الزمالك قبل دكتور عماد البناني، يقترب من انه يمسك منصب مدير شؤون ايه؟ مدير شؤون الاعضاء اللي اتكلمنا عليها، وقلنا ان الراجل ان في منصب جديد هيبقى داخل نادي الزمالك عشان يحل مشاكل اعضاء نادي الزمالك. فاللواء حسن موسى يقترب يعني بنسبه كبيره جدا. كمان عايز اقول لك ان في الاجتماع اللي هيتعمل النهارده لمجلس اداره نادي الزمالك، واول اجتماع ده هيبقى من ضمن القرارات اللي هتتاخد. طيب ايه تاني؟ طبعا كله بيتكلم على المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، ان تقريبا الاستاذ احمد سالم هو انا بقول تقريبا هو اللي هيمسك المتحدث الاعلامي لنادي الزمالك او المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. طيب ايه تاني برضو معانا في الاخبار؟ عايز اقول لك ان كابتن احمد سليمان قرر ان هو يعمل لائحه جديده للاعبي نادي الزمالك، ويكون بخصوص العقوبات وبخصوص برضو المكافآت، وانه يناقشها مع كابتن عبد الواحد السيد وهيدوها عشان يعتمدوها لمجلس اداره نادي الزمالك. ده اللي هيعمله كابتن احمد سليمان. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ برضو عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. انت ليه بتقول الاباتشي شيكابالا خط احمر؟ عشان ايه سبب الموضوع؟ ايه سبب الحكايه؟ ايه سبب الروايه؟ هقول لك دلوقتي. مجلس اداره نادي الزمالك بيقول ان قبل ما نجدد لاي لاعب، عندنا 6 7 لاعبين عاوزين يجددوا، سواء محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي. انا عارف انتوا بتزعلوا من اسم محمد عبد الغني، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، يوسف اوباما، الاباتشي، شيكابالا، محمود علاء، يعني الناس دي قالوا انه احنا هنقيم اللاعبين الاول قبل التجديد، هل يستحقوا التجديد ولا لا، وبناء على ذلك هنجدد لهم او مش هنجدد لهم. انا بقى بقول بما ان اسم شيكابالا اتحط في الموضوع واتحط في الاسماء اللي عايزه تجدد، لا، شيكابالا خط احمر وخرج التقييم. احنا قلنا مليون مره سواء شيكابالا كويس مش كويس، وجوده مهم داخل نادي الزمالك. عنده قائمه فيها 30 لاعب، حتى لو شيكابالا مش هيلعب كفايه تواجده داخل الفريق. فشيكابالا خط احمر، ما ينفعش ان احنا نفكر ان احنا هنجدد له ولا مش هنجدد له. شيكابالا بجد ما ينفعش يتقيم لانه خارج التقييم. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ تعالوا برضو سريعا كده نروح لمواليد 2003 اللي امتعونا في مباراه مثل مباراه الجونه وتصدرهم قمه دوري الجمهوريه. طيب ايه عملوا ايه؟ كسبوا الجونه 4-2. احرز اهداف نادي الزمالك محمد صلاح هدفين. محمد صلاح هدفين، وكمان ما تنساش علي احمد حسام ميدو ابن كابتن احمد حسام ميدو اللي كلمناه في الاول،
وكمان احرز هدف نادي الزمالك كريم عبدون، نجم من نجوم برضه نادي الزمالك، ما شاء الله كلهم نجوم. عايز اقول لك كمان ان السيد الغديري شارك في المباراه النهارده، وانا نفسي نقدر نعتمد على بعض من الناشئين، بلاش نركنهم في الثلاجه. 2003 يعني 20 سنه، في لعيبه تستحق التواجد. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ عايزين نتكلم سريعا كده على كرة طائرة نادي الزمالك. وهل كرة طائرة نادي الزمالك محتاجة محترفين؟ محتاجة محترفين. محتاجة محترفين. طيب مشي من عندنا محمد مصطفى لعبة؟ مشي من عندنا محمد مصطفى لعبة. محتاجين تدعيمات، مش هقول غير المحترفين، لكن لما نلعب ماتش ودي امبارح امام نادي سبورتنج اللي بنحترمه جميعا وبنقدره، ونخسر في ماتش ودي، ناقوس خطر. احنا ابطالها. نقول تاني، فريق نادي الزمالك لكرة الطائرة ابطال الدوري وابطال الكاس احنا، فما ينفعش ان احنا نكسل عنهم، لازم نتابعهم، لازم نبشرهم عشان خاطر يحافظوا لنا على الدوري وكمان الكاس. الخبر الثاني معانا هو احمد فتوح. المره دي بقى مش على لسان اعلاميين ولا لسان اي حد، لا، من على لسان وكيله الاستاذ سمير. اتكلم وقال رغبه احمد فتوح الاولى والثانيه والثالثه هي التوقيع لنادي الزمالك، لكن قال ما تنسوش ان فتوح لاعب فري، يعني المفروض ان المنحه دي شيء اساسي، وان في نفس الوقت منتظر جلسه مع المجلس الجديد، وان المبالغ اللي طالبها فتوح مبالغ عاديه جدا مش غير مبالغ فيها. اصحى للكلام عشان الكلام مهم قوي. وبيقول جاي لنا 4 عروض من داخل مصر ومن خارج مصر، كله عن طريق وكلاء، لكننا ما قعدناش مع حد غير مع نادي الزمالك، ولكن في حالة واحدة لن نجدد لنادي الزمالك، إذا تم وضع سقف للتعاقدات أو للرواتب بمعنى أصح. يعني لو نادي الزمالك قال لك أقصى حاجة مثلا 10 دلوقتي، ما قلناش هنجدد غير ب 10 أو مش هنتعاقد غير ب 10، فهيقول بيقول كده ممكن ما نجددش خلاص. فاحنا اللي طالبينه عايزين ناخده لأنه مش كتير، ومنتظرين إن حد يقعد معانا. بعيد بقى عن هو طالب كام، وبعيد عن هو عايز كام، وبعيد هو بيفكر في إيه، أظن إن الموضوع سهل. سهل إزاي يا عم؟ ده دور مجلس الإدارة التجديد لفتوح. كلمة قالها امبارح أستاذ عمرو أدهم وبعدها تاني، قال لازم التجديد يكون، اسمع بقى الكلام، في حدود إمكانيات النادي. طب بص، إحنا نادي الزمالك وفي لعيبة لازم يتم استثنائها زي ما تم استثناء زيزو. ما ينفعش نفرط في فتوح، لأن النهارده لو فرطنا في فتوح بكرة نفرط في فلان، بكرة نفرط في علان، خاصة إن إحنا مش هنفرط في محترفين. لو محترف اقول لك ماشي، بيجي له عروض بالملايين وسقف طموحاته عالي ومش هيشتريك قوي عشان خاطر هو محترف مش ابن النادي، لكن ده ابن النادي. اتمنى سرعه التجديد له، واتمنى ان يتم اقناعه مش بس مجرد كلام وشعارات. طيب اخيرا وليس اخيرا، ناصر منسي خلاص بيتكلم ويقول ان مفيش حاجه اسمها ان هو عاوز يمشي. هو ملتزم جدا بالتدريبات رغم استبعاده، وقال لك مشاركتي من عدمها دي في ايد المدرب، وانا بجتهد في التدريبات عشان اشارك. ناصر منسي صبر قوي، ناصر منسي زملكاوي جدع قوي، ناصر منسي يستحق ياخد فرصه، ناصر منسي يستحق ياخد فرصه. ما انا في حاجه اسوريو بيعملها غلط، ما انا العبك النهارده شوط واقعدك 10 ماتشات، وارجع العبك شوط واقعدك 5 ماتشات. طب ما انا كده مش هعمل حاجه، ما انا كده مش هبقى فورمه. ما هو في سياسه غلط بيدار بيها ملف اللاعبين في المشاركه، فكده ما ينفعش اللي بيعمله اسوريو، ما ينفعش. عايز تشوف جوده لاعب خليه يشارك باستمرار، حتى مش شرط اساسي على طول، لكن يشارك بس. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. ربنا يشفي مصطفى شلبي، والاشاعه اللي هيعملها دكتور محمد اسامه تطلع كويسه وتطلع سليمه يا رب العالمين، وما يحتاجش ولا كبيره ولا اي حاجه. وكل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم. عشان الزمالك حب في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله القدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.